السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. هنبدأ الفيديو بتاعنا يا شباب من هنا عشان بس نشوف الأسامي الجديدة اللي احنا هنكتبها. طبعا احنا كنا كاتبين القائمة بتاعة الأسماء دي، طبعا عايزين نكمل القائمة ديت. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة الجديدة هسيب لك الكومنت مثبت، أول تعليق مثبت هسيب لك اللينك بتاع القناة الجديدة. ادخل اشترك في القناة الجديدة عشان نكتب اسمك معانا للذكرى، موجود معانا دايما على القناة عندنا. هنتابع الأسماء دي كل يوم. يلا بقى ندخل المكان بتاعنا كده ونسمي بسم الله. النهارده هنتابع الزغليل، عندنا حاجات جميله جدا وفي معلومات كتير جدا في الفيديو ان شاء الله تعالى. هقول لك تعمل ايه مع الزغليل اللي لسه خارجه النهارده من الحصى. ولكن في مشكله يا جماعه، انا اول ما ادخل مكان عندي والاقي في حصى على الارض بالشكل ده، اسيب الحصوايه ديت ولا اتصرف معاها ازاي؟ هقول لك هنتصرف مع الحصوايه دي ازاي. الحمام اللي بيبيض على الارض، وهقول لك نعمل ايه مع الحمام اللي هو بيبيض على الارض. طبعا الموضوع سهل جدا وبسيط جدا ان شاء الله تعالى، ما تقلقوش. طيب اول حاجه بس نشوف الزغليل اللي طلعت عندنا جديده كده ما شاء الله تعالى. اول ما تشوف زغليل الشباب بالشكل دوت تبدا ان انت تشتغل بالفلاجيل على الميه ما شاء الله. ده جوز الحمام الكسخنجي، كان الذكر ده جايب لنا الزغاليل ديت ما شاء الله بدات ان هي تعتمد على نفسها. اول حاجه ان انا بلم القشر ده، انا ما برميش القشر ده. القشر ده ما ينفعش ان انت ترميه لان القشر ده كالسيوم رهيب. القشر ده يا جماعه كالسيوم رهيب. باخد القشر انا بالشكل دوت، ببدا ان انا اشيله لحد ما انا اخزن شويه قشر كويسين، وابدا ان انا اعملهم على خلطه التحديق. طبعا لازم نتابع الزغاليل كده يوميا ما شاء الله تعالى. النظافه يا شباب مهم جدا، النظافه مهمه جدا. طبعا احنا نظفنا الزغاليل ديت بس لسه ما حطينا لهمش العش تحتهم. طبعا تطمن على العشوش ما شاء الله. هنلف بس لفه سريعه كده على العشوش وهقول لك احنا هنتصرف مع الحصى دي ازاي ومع الزغاليل دي ازاي. هتلاقي عندك ما شاء الله الانتاج ما شاء الله. على فكره يا شباب في حاجه يعني النهارده ناس كتير جدا بدات تكتب لي بتقول لي عندي الحمام تعبان، عندي الحمام مريض. حمام مريض يا جماعه خير لان انت ما حصنتش. قلنا شهر 4 وشهر 5 دول من اخطر الشهور في السنه، لان طبعا تغيير المناخ، تغيير الصيف من الشتاء، لازم ان انت ترفع مناعه الحمام. شوف الزغاليل ما شاء الله، تطمن برضه على الزغاليل. الزغاليل كده يا جماعه خير دي يوميا لازم تطمن على الزغاليل عندك. تشوف الزغاليل فيه طبعا واكله كويس، تلاقي الزغاليل في بقها في كنكر. هتعرف في كنكر ازاي؟ هتلاقي في القصبه الهوائيه هنا هتلاقي حاجه محجره، هتلاقي حاجه محجره هنا في القصبه الهوائيه، تعرف ان عنده كنكر. تفتح بق الزغلول هتلاقي فيه ريحه كريهه، تعرف برضو ان عنده كنكر. وطبعا احنا عشان نحصن الزغاليل دي اول ما بتخرج من الحصى بندي فلاجيل على الميه، بندي الاهالي فلاجيل على الميه حلو جدا عشان ان احنا الحمام ده ما يصابش بالامراض. طبعا عندنا زغليل على الارض اهيت ما شاء الله تعالى، هتلاقي خير وهتلاقي عندك انتاج في كل مكان باذن الله تعالى. طبعا نطمن برضو على الحصى. في زغلول مثلا عايز يخرج، في زغلول مثلا طبعا مكبوس في البيضه، طمن برضه على العشوش كده باستمرار عندك. الحمد لله تعالى الحمام محصى اهو. طمن برضه على الحمام اللي هنا والزغاليل اللي هنا، يعني لسه هنا في حصى ما شاء الله، يعني برضه هنا لسه في حصى. نشوف برضه هنا اليمام يا جماعه خير ان شاء الله. لازم اليمام ده الناس اللي هي متابعانا ان شاء الله تعالى يعني بينمو نمو سريع جدا، بينمو نمو سريع جدا. احنا كنا محضنين اليمام ده تحت الحمام اللي عندنا. طبعا محضن تحت الذكر ده ما شاء الله، هو محضن البيض وفي نفس الوقت بيطلع ياكل اليمام ده. طبعا دي حنيه الحمام، المفروض يكون عندك معظم الحمام الموجود عندك يكون حنين. دي زغليل يا جماعه خير اهيت ما شاء الله تعالى. لازم تطمن على العشوش يوميا، ما تدخل مكان عندك تتفرج على الحمام وخلاص، لا لازم تطمن على العشوش يوميا. الزغليل ده ما شاء الله شايفين الحجم عامل ازاي؟ ليه؟ احنا مهجن ذكر اللاحم ده، ذكر اللاحم ما شاء الله تعالى دون، والنتايه الجميله دي نتايه كركندي مهجنينهم في بعض، بيجيب زغاليل حجمها كبير ما شاء الله تعالى. طيب خلينا بس نطمن على الحمام السلاكه الاول سريعا كده. ده يا جماعه خير الحمام البهلوان ان شاء الله، معاه زغاليل تحت اهيت ان شاء الله، يعني معاه زغاليل تحت اهي ان شاء الله. الله يبارك يبارك الرزق. برضو لازم تطمن، تنظف العشوش، تنظف الطاجن بتاع العشوش. طمن برضو على طبعا مروه. الحمامه ديت سمينا مروه شباب ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال ما شاء الله. ولكن انا ملاحظ ذباب ريش، هنبدا ان احنا نعالج ذباب الريش. وذباب الريش علاجه سهل، ذباب الريش علاجه سهل. ممكن تشتغل بالاكسومسترين او ان انت تشتغل بالافريزين. لو جبت ملح وخل، ملح وخل وحطيته في الميه وبدات ان انت تعمل عمليه استحمام للحمام عندك جماعي، فهتضيع عندك الحشرات دي النهائي. برضو نشوف الحمام اللي تحت ده يا جماعه خير ما شاء الله. هتلاقي بص لون الحصى، لون الحصى هتلاقيه غامق، هتلاقي
لون الحصى غامق، وده تعرف ان في تخصيب، تعرف ان الحمام ده التخصيب بتاعه احسن حاجه. طيب تعالى بقى سريعا كده اقول لك احنا هنعمل ايه مع الحصوايه اللي هي على الارض ديت. ينفع تسيب الحصوايه ديت على الارض كده؟ لا، ببدا ان انا اسيب الحصوايه دي زي ما هي. ان انا هجيب مثلا على سبيل المثل نجيب قلبين طوب مع بعض كده. هقول لك انا بعمل ايه مع الحصى ده بالظبط. ده مثلا قالب طوب يا جماعه الخير اهون بالشكل ده. ببدا ان انا اجيب قالب طوب احطه هنا كده، واجيب واحد كمان هنا كده، واجيب واحد كمان هنا، اعمل مربع بالطوب بالشكل ده، واسيب العش زي ما هو، اسيب البيضه دي زي ما هو زي ما هي، ما انقلهاش، ما انقلش البيضه دي. ببدا كل يوم انقل البيضه دي شويه، وانقل العش، انقل البيضه بنقل العش مع بعض. يعني ده الاربع طوبات هم، ببدا كل يوم ان انا انقلهم لحد ما اوديهم اقرب مكان. طيب في حمام معشش هنا، بلاش العين دي لحد ما انا اوديه انقل العش. هتلاقي الحمامه امهم اللي هي بيضه، البيضه ديت هتقف على العش، هتلاقيها هتقف على العش. لو انت نقلت البيضه مباشر، البيضه كانت هنا، نقلت البيضه مباشر دخلتها العين، مش هتلاقي الحمام هيحضنها، ولكن لازم تنقل البيضه دي كل شويه، يوميا كل شويه، لحد ما توصلها قدام العش هنا كده، وتبدا ان انت تدخل الحصوايه العش. الاهالي هيدخلوا يحضنوها، وكده انت حليت المشكله، كده انت بتبقى حليت المشكله. نطمن برضه على الحمام يا جماعه خير. بص حمام بيض فين، حمام بيض فين. الناس اللي متابعانا عارفه القصه ديت. عندنا زغاليل تحت تحت السلاكه ديت. يعني الحمام قلنا بيحب العيون الارضي، الحمام بيحب العيون الارضي. نشوف برضو في زغاليل هنا فين يا شباب، واخدين بالكم يا جماعه خير، في زغاليل فين ان شاء الله. يعني ربنا لما بيرزق بتلاقي الخير كله. ملاحظ بالتالي ان انتم شايفين الزغاليل اللي قدامكم بالشكل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دول. طيب تعالى بقى نكلف الحمام سريعا، عشان احنا ما كلفناش الحمام ده بتاعنا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره العلافه دي مهمه جدا، العلافه دي مهمه جدا. العلافه ديت انا يعني بكلف فيها حلوه جدا. العلافه ديت شوف بتنفتح وبتنقفل، بتوكل العلافه ديت ممكن توكل 30 جوز، ممكن توكل 30 جوز. علافه كبيره ما شاء الله تعالى. ما تلاقيش الحمام، ما ترميش الحمام على الارض، ما ترميش الاكل كده على الارض. كان المكان نظيف عندك ماشي، لو كان المكان نظيف عندك ماشي مفيش مشاكل، ولكن حاول ان انت تكلف علافه زي كده، تبدا ان انت تاكل الحمام بتاعك بالشكل دوت، هيكون افضل. ليه؟ لان عشان الحمام لما بياكل وبيشبع بيسيب الاكل قدامه، وبعد كده بيتبرز على الاكل ويرجع ياكل تاني. ولكن لما احط في علافه زي كده هي مضمونه ومقفول، بتتفتح وبتنقفل عادي، ما عنديش اي مشكله. والعلافه ديت مهمه وضروريه جدا لو اي حد مربي، عشان ما تنقلش امراض، عشان ما تنقلش امراض للحمام عندك. وده يا جماعه خير يعني المربي الشاطر اللي بيعمل كده، المربي الشاطر اللي هو بيكلف في مكالف او بيكلف في علافات بالشكل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دوت. نبدا برضو ان انا اكلف للحمام اللي هو في السلاكه دون، عشان الحمام ده برضو ان شاء الله لسه ما كلفنالهوش. وطبعا ده فيديو بسيط النهارده. لازم تتابع الزغليل، ولازم ان انت تطمن على العشوش عندك يوميا. شوف الشوك على خير يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.